تخيل معايا هاد خونا اش دار، مشى دخل على هاد الماكلاري كلها مفرقعه غير ب2 المليون. الشركه قالت ليه مستحيل غادي تصاوب هاد الطوموبيل وغادي تصدق غير خاسر فلوسك على والو، ولكن هو تحداهم وقال لهم الا بعتوها ليا ب2 المليون غادي نصاوبها ونرجعها كطير في طريق وغادي نربح فيها من الفوق. بلين صحاح اجي نشوفوا واش هاد خونا غادي يربح في التحدي هذا ولا غادي يصدق غير خاسر فلوسه. كملوا الفيديو باش نعرفوا الصدمه اللي طرات ليه في الاخر. كلشي غادي يشوف هاد الطوموبيل هادي وغادي يقول راه خداها رخيصه وراه غير كسيده عاديه. فلا الاخوان، طوموبيل فيها الهمزه ولكن راه ضربه خايبه فيها. الشاسي كامل خصو يتبدل وخصو يعاود يبنيها من جديد. الشركه صنفت الطوموبيل هادي بانها غير صالحه للاستعمال ومحال واش ترجع للطريق. هو حيا فيهم الامل ورفض يستسلم، قال لهم بيعوها ليا ب2 المليون وخرجوا سوق الطوموبيل هادي وقرر يدير واحد من اخطر المشاريع ترميم اللي غادي يوقع في الاخر حتى واحد ما كان متوقع. الطوموبيل ما كانش محتاجه تبدل غير الكابو ولا البارشو، لا كانت محتاجه تبدل الشاسي كامل، وهذه من اصعب العمليات اللي تقدر دير في هذا الحديد هذا من هذا المستوى هذا، حيت اي غلط صغير تقدر تضيع عليك شهور ديال الخدمه، الاف ديال الدراهم. ورغم هذا الشيء كامل بداوا الخدمه. كل قطعه في الطوموبيل هذه صغيره ولا كبيره كانوا كيحيدوها من الطوموبيل القديمه وكيركبوها في الشاسي الجديد اللي خداو اكثر من 30 مليون. الشاسي كامل خداو اكثر من 30 مليون. واش كيبالغ هذا السيد هذا في الثمن ولا لا؟ هادشي اللي غادي نعرفوه. الموتور، البواط، سيسبونسيون، كل حاجه خاصها ترجع لبلاصتها وبنفس المقياس. في هذا الوقت داروا اكبر تحدي وقالوا الطوموبيل خاصها تكون واجده قبل شهر ونص. ولكن واش عرفتوا شنو وقع؟ بزاف ديال لي بياس ما لقاوهمش، الوقت سالا والطوموبيل مازال ما واجداش. ولكن هذا الشيء ما كانش اسوء حاجه، حيت المشكل الحقيقي كان مازال ما بانش. من بعد شهر ونص ديال الخدمه بقاو غير الاجزاء الخارجيه، كلشي كان عند الصباغ. والغريب ان هاد الطوموبيل من القلائل اللي تقدر تصبغ الاجزاء ديالها كامله بلا ما تكون الطوموبيل حاضره عند طولي. وملي رجعت جميع الاجزاء من عند الصباغ بين لون خطير، وبصراحه حتى واحد ما كان كيتوقعوا. هاد اللون كيقولوا ليه هما اللون ديال النعناع، ولكن انا ما متفقش معاهم ان اللون كيشبه اللون ديال السماء او اللون ديال البحر، ماشي البحر ديال هاواي. ولكن صاحب هذا المشروع هذا كان عنده هدف واحد، يبني الطوموبيل، ما كايناش منها نسخه ثانيه. دابا السؤال، واش الشكل النهائي غادي يخرج كيف ما كان كيتمنى ولا هذا اللون غادي يخرج على المشروع كامل؟ اول قطعه بداو بها هي الباب، لانه كان كبير ومن خلاله غادي يبان واش القياسات كاملين خدامين مزيان ولا كاين شي مشكل في الشاسي. اللي شراوه ب 30 مليون ركبوا الليزان، السيبورو ديال الباب، ربطوا النظام الهيدرولوكي ما كتنطقش ليا مزيان لكن كيعاون الباب يطلع ويتحل بوحدو. ومن بعد رفعوا الباب وبصراحه المنظر كان خيالي. اول مره طوموبيل بدات كتبان رجعت للحياه، ولكن الفرحه ما طلعاتش، حيت ملي جا الدور على الباب الثاني كلشي وقف بسبب الباب الثاني. الباب الثاني ما بغاش يتسد، كيبان خارج بزاف على بلاصتو. اول مره قالوا يمكن غير خاصو التعديل بسيط، ولكن كل مره كيجربوا كيبان المشكل كبر. ومن بعد محاولات كثيره عرفوا السبب كان في ليزان كان معوج بسبب الضربه ديال الحديثه، يعني الخدمه كامله واقفه على هاد ليزان هذا. المشكل هو هاد ليزان ماشي رخيص، لقاو واحد مستعمل ب 300 جنيه استرليني ما يعادل 4000 درهم مغربيه. قالوا صافي غادي نجيبوه ورجع كلشي كيف ما كان. ولكن كتخلعني انا بزاف. شراو ليزان جديد وقالوا اخيرا غادي نركبوا هاد ليزان هذا وركبوا الباب ونكملوا الخدمه. ولكن اول حاجه ملي ركبوا كلشي لقاو بان هاد ليزان تا هو معوج، يعني خلصوا عليه 4000 درهم مغربيه وفي الاخر ما نفعاتهم في والو. دابا كلشي وقف، حيت بلا هاد الباب مستحيل يركبوا ليزان ديال اللور. ومنين ما يتركبش ليزان ديال اللور حتى باقي القطع ما يقدروش يركبوهم، يعني قطعه صغيره حبسها مشروع كبير. دابا تخيل معايا الا كنتي بلاصتهم شنو غادي دير؟ تسنى ايام حتى يوصلك ليزان جديد ولا تغامر؟ هما اختاروا المغامره. خونا حس براسو وحل نهائيا. داكشي علاش خرجوا الشاسي القديم اللي كان مكسور ثبتوا فيه ليزان وجابوا واحد السخونيه بداو يحاولوا يعوجوا الشكل ديالو. بصراحه اي غلطه هنا كانت غادي تخسر ليهم ليزان كامل. ومن بعد محاولات كثيره رجعوا ركبوه في الطوموبيل وسدوا الباب بشويه بشويه. الباب بدا كيجي في بلاصتو، ماشي كامل ولكن كافي باش يقدروا يكملوا هذا المشروع. وحتى هما قالوا هذا الحل غير مؤقت، من بعد غادي نركبوا ليزان جديد. ولكن دابا المهم هو الخدمه ما توقفش. وفعلا رجعوا يكملوا، بداو كيركبوا ليزان ديال اللور. ولكن حتى هنا كاين المشكل، الفواصل بين البيبان والليزان ما كانوش جايين، كل مره كيعدلوا جهه كتخرج لهم جهه اخرى. بقاو كيجربوا لمده طويله، اكتشفوا واحد الحركه ذكيه دارتها الشركه المصنعه.
كاين قطع صغار كيركبوا بين الشاصي وليجان اللور، الدور ديالهم الوحيد يضبطوا القياس، غير ركبوهم كلشي تبدل، الفواصل ولات مضبوطه والباب ولا كيتسد كيف ما خاصو يتسد. من بعد جا الدور على واحد القطعه كتركب في الجنب، هاد القطعه خدامه على الشكل، ولكن حتى على مرور ديال الهواء التركيب ديالها ما كان ساهل، حيت خاص القفوله كاملين يشدوا مزيان والبلونات كاملين يشدوا من الداخل والبلاصه كاع اللي مضيقه. صدقت هي في هاد المسائلات، ولكن من بعد ساعات ديال الخدمه شدات بلاصتها، ودابا الطوموبيل بدات كتبان كل دقيقه كترجعهم اقرب للحياه. هاد القطعه هادي كانت هي البابريز، وباش يركبوه ما كانش عندهم اختيار اخر، خاصهم يشريوه جديد من الشركه المصنعه، ولكن كان غادي يكلفهم مبلغ خيالي، والثمن ديالو هو 1400 جنيه استرليني، ما يعادل تقريبا 18000 درهم و500 غير البابريز بوحدو. ولكن المفاجاه ماشي هنا، الثمن ماشي هو اللي صدمهم، الصدمه الحقيقيه كان في الزاج اللي كيركب فوق البيبان. كل قطعه منهم الثمن ديالها 3300 جنيه استرليني، ما يعادل 4 ملايين و300 الوحده فقط. يعني الا بغى يبدل جوج دجاجات غادي يخلص اكثر من 8 المليون. 8 المليون غادي تشري ليه داسي انايا في المغرب. تخيل معايا جوج دجاجات ب 8 المليون. في نظركم واش الثمن منطقي ولا زاد فيه؟ كتبوا لي شحال كتوقعوا هذا الدجاج غادي يكون داير. لهذا السبب قرر ما غاديش يبدلهم، وقلبوا على الحل الاخير يوفر عليهم هاد الملايين. من بعد جا الوقت تركيب ديال البابريز، ولكن قبل كان خاصهم يحيدوا الفيميل الكحل اللي كان راكب في الزاج ديال الباب، حيت بهذا الشكل الطوموبيل ما غادوش في الفحص التقني، بداو كيحيدوه بشويه بشويه، حيت الا بقات هاد الماده لاصقه في الزاج غادي تزيد عليهم تماره كحله. الحمد لله كلشي داز مزيان، ركبوا الزاج. من بعد جاو الدور على باقي الزاج ديال اللور، كل قطعه خاصها القياس ديالها، وحيت اي مليمتر غار غادي يخلي الباب ما يتسدش. بقاو كيضبطوا القياسات حتى جا كلشي في بلاصتو، ومن بعد رجعوا ليه اللي شراوه. الجميع كان كيقول دابا غادي نساليو، ولكن اول ما ركبوه بان انه حتى هو معوج، يعني مره اخرى المشروع كامل غادي يوقف، ودابا ما قدامو حتى حل، لا شركه محلوله لا ميزان كاين، ولا عندهم الوقت باش يتسناو. لهذا السبب قرروا يديروا واحد الحاجه حتى هو ما كانوش متاكدين منها واش تنجح ولا ما تنجحش، وعلى حسب الكلام ديالهم غير كيجربوا باش يقدروا يكملوا التصوير ديال هذا الفيديو. ولكن اللي وقع من بعد هما ما كانوش متوقعينه. جابوا الشاصي القديم اللي تبدل في البدايه ديال المشروع، ثبتوا فيه ليزان اللي جابوا، وجربوا واحد القضيه مع شويه ديال السخون، بداو يشدوه بشويه بشويه باش يرجع ليزان لبلاصتو. بصراحه هاد الحركه كان فيها مخاطره كبيره، حيت الا تزاد الضغط شويه على الليزان غادي يتفرقع ولا غادي يتعوج اكثر من القياس، وديك الساعات غادي يخصهم يشريو واحد جديد، ولكن ما كان عندهم ما يخسروا، خلاوها شويه ومن بعد رجعوها يركبوها في الطوموبيل. دابا يجي الوقت ديال الحقيقه، صحيح ما كانوش باغيين يعتمدوا على الليزان في الاول، ولكن على الاقل قدروا يكملوا المشروع. هنا رجعت الخدمه كتمشي بسرعه، ركبوا ليزان ديال اللور، ركبوا الدخلات ديال الهواء، كل قطعه كتركب كانت كتقربهم من اللحظه ديال التشغيل ديال الطوموبيل. ولكن بقات واحد المرحله اللي ما دازتش مزيان، حتى حاجه من هذا الشيء كامل ما غادي تنفعهم. السسبونسيون ديال هاد الطوموبيل ما فيهاش شي سسبونسيون عاديه، 4 ديال الرويض مربوطين مع بعضياتهم والزيت كيدور بيناتهم تحت ضغط كبير، يعني الا دخل غير شويه ديال الهواء لهاد النظام الطوموبيل كامله ما غاديش تخدم كيف ما خرجت من لا ميزون. لهذا السبب جابوا واحد متخصص وجابوا معاه جهاز خاص بهاد الطوموبيل، ربط الجهاز وبدا كيخرج الزيت والهواء من الداخل ديال هاد النظام. من بعد رجعت الطوموبيل من جديد كيف ما كان، العمليه دازت غير بشويه، حيت اي خطا خاصهم يعاودوها من الاول. من بعد ساعات جربوا السسبونسيون وخدمت من اول مره، يعني المشكل تحل. كانت باقي واحد القطعه معقده بزاف، هي سبويلر ديال اللور، وهذا السبويلر ماشي غير منظر، كيطلع وينزل بوحدو وكيعاون الطوموبيل تشد طريق ملي السرعه كطلع، وحتى ملي السائق كيضغط على الفرانات بقوه. باش يخدم خاصو يتعير بجهاز خاص، والا ما طايرش كيفاش خاصو غادي يبقى غير قطعه ديال المنظر. ولكن واش غادي يخدم من اول محاوله ولا غادي يخرج ليه مشكل جديد قبل ما يسالي هذا المشروع؟ بدا خونا هذا خدام بالجهاز، اول حاجه دار هي تاكد من الحساسات ديال السبويلر، من بعد دخل واحد البرنامج خلى السبويلر يطلع ويهبط بوحدو اكثر من مره. الهدف ما كانش غير يجربوا، الهدف كان هو يخرج اي هو باقي داخل هذا النظام ويخلي كل شيء يخدم بضغط صحيح. الجميع كان واقف كيتفرج، حيت الا فشلت هذه العمليه غادي يبداو من الصفر. من بعد دقائق قليل سال الجهاز الخدمه ديالو. دابا بقى الاختبار الاخير، ضغطوا على الزر ديال السبويلر، طلع ومن بعد هبط وعاود طلع مره اخرى، يعني خدام بلا حتى مشكل. يعني هذا المشكل هذا حتى هو
هو سالا. ولكن دابا جا الدور ديال واحد القطعه الثمن ديالها خيالي اللي هي الشاكمه ديال الطوموبيل. كانت فيها شاكمه غير اصليه وهما قرروا يديروا واحد الشاكمه اصليه والثمن ديالها هو 14000 جنيه استرليني ما يعادل 185000 درهم، تقريبا 11 مليون. غير الشاكمه الخساره غادي تكون كبيره بزاف. لهذا السبب خداو وقتهم في التركيب، خصوصا ان الميزان ديال اللور ما بقاش مساحه كبيره باش يخدموا هادشي. ولكن من بعد تعب طويل الشاكمه ركبوها بلاصتها، مشاو للقدام ديال الطوموبيل. الجهه ديال القدام ما كانش فيها ضرر بزاف في الحادثه، ولكن صاحب المشروع كان عنده فكره اخرى، بغاش يرجعها كيف ما كانت، بغاها تولي مختلفه على اي وحده. ولهذا السبب جاب طاقم كامل ديال القطع المصنوعه من الكربون وكاع لي بياس ديال القدام كتركب لتحت، البارشوك، سبويلر ديال اللور وحتى القطع الجانبيه. بان باللي الشكل ديال الطوموبيل غادي يتبدل بالكامل. ولكن قبل ما يركبوا هاد القطع كانت باقا خدمه صغيره اللي هي غادي تمسح لهم اثار ديال الحادثه. اليرباك الوحيد اللي خرج في الصدمه او في الشوك، واش غادي يركب بلا مشكل ولا حتى هو غادي يدير لهم شي مشكل قبل ما يساليو هذا المشروع؟ هاد اليرباك كان هو الوحيد اللي خرج في الضربه ديال الكسيده، وبسببه حتى الغطاء ديال الباب من الداخل تلدق. يعني ماشي غير اليرباك اللي خاصو يتبدل، حتى الغطاء كامل. والثمن ديال الغطاء بوحدو وصل حوالي 750 جنيه استرليني ما يعادل 10000 درهم مغربيه. غير قطعه وحده من الداخل. ركبوا اليرباك جديد، ربطوا الفيشات ديالو وشدوها في بلاصتو. من بعد جا الوقت اللي كان الجميع كيتسناه، التركيب ديال البارشو القدامي بمجرد ما يشد بلاصتو الطوموبيل غتبدل كامله. ولكن التغيير الحقيقي بدا منين ركبوا الكابو ديال الكربون. من بعد الليدات ديال القدام باقي قطع اخرين كل دقيقه كانوا كيدوزوها في الطوموبيل كتبان اعرض واشرس واغلى طوموبيل في العالم. وبصراحه الا ما كنتيش شفتيها وتحلف عليها بانها ماشي كسيده، حتى هاد الناس اللي كانوا خدامين بداو كيقولوا بلي هادي ولات من اجمل الطوموبيلات اللي خدموا عليها. ولكن مازال باقي قطع اخرى، ولكن كانوا كيتسناو يشوفوها وهي مساليه. الديفيزور ديال اللور اول ما خرجوه من الكرتونه بان بلي الحجم الحقيقي ديالو كان كبير بزاف بشكل غير عادي. حتى واحد فيهم قال بلي كيشبه ديال طوموبيلات الفورمولا 1. من بعد بداو التركيب ديال الفيشه ديال الكاميرا ديال اللور، وركبوا حتى الفيشات ديال الحساسات وشدوها بواحد البولون صغير واحد بوحدو. ركبوا الديفيزور وفي هاد اللحظه الجهه ديال اللور تبدلت كامله. الطوموبيل ولات كتبان هابطه على الارض وعريضه بزاف. ولكن وسط هاد الفرحه بان ليهم واحد المشكل جديد. الفواصل بين بعض القطع كانوا كبار شويه. في الاول ظنوا انهم غلطوا في التركيب، لكن الحقيقه كانت مختلفه تماما. واللي عرفوه من بعد خلاهم يضحكوا على راسهم. ولكن من بعد ما رجعوا شافوا الطريقه ديال التركيب الاصليه ديال الشركات المصنع، تفاجئوا طلع هاد الفراغ كامل عادي. الشركه من الاصل كتخليه ومن بعد كتسدو بواحد الجلده خاصه كتغطي الفراغ كامل. يعني الخدمه ديالهم كانت صحيحه من الاول، غير هما اللي كانوا فاهمين ان كاين شي مشكل. من بعد بداو يركبوا القطع الجانبيه الرياضيه. كان عندهم اختيارين، اما يشدوهم بالبولونات كتشد بقوه كبيره في الاخر اختاروا يلصقوها. علاش؟ باش منين يتحل الباب ما يبان حتى شي بولون ويبقى المنظر نقي بحال ديال لا ميزون. ولكن هاد الخدمه ما خاصش فيها الغلا، حيت الا تزعزعات هاد القطعه غير بشويه قبل ما ينشف هاد اللاصق خاص تعاود كلشي من الاول. لهاد السبب خداو وقتهم، ضبطوا القياسات ومن بعد تبتوها وخلاوها حتى نشفات مزيان. الصباح رجع الطوموبيل للفوق باش يساليو اخر اللمسات. ركبوا الدوار ديال القدام الاوبتيكلات، ركبوا البلاستيكات لداخل، وركبوا اخر قطعه في الجهه ديال القدام. دابا من بعد الطوموبيل باينه واجده، ولكن واش فعلا واجده؟ هذا السؤال ما عندوش جواب. غادي تكون هذه هي اول مره الطوموبيل غادي توقف فوق الرويد ديالها من بعد الكسيده. ولكن اللي باين في الشاشه حتى هو خلاهم يتفاجئوا وبداو كيقراو جميع الانظمه ديال الطوموبيل، الموتور، البواطه، الارباك، ابواب، كل نظامات كيدوزوا عليها بوحده بوحده. كلشي كان ساكت حيت اي كود المشكل يقدر يرجعهم شهور للور. دازت ثواني وبدات النتيجه كتبان. الغريب انهم مبقاوش غير جوج ديال المشاكل. الاول كان ديال الارباك وهذا المشكل كان ساهل من بعد ما بدلوه. اما الثاني كان ديال الباب، حيت الغطاء ديال الباب ديال الداخل ما كانش باقي تركب، والقفل ديال الباب ما كانش مربوط كيف ما خاصو يكون. يعني ما كان حتى شي مشكل خطير، غير تفاصيل صغيره. في هذه اللحظه الجميع تنفس، حيت من بعد شهور ديال الخدمه الطوموبيل بقى فيها غير اللمسات الاخيره. من بعد جا الدور على السقف. الشاسي القديم كان فيه السقف من الكربون، ولكن الشاسي الجديد ما كانش بنفس المواصفات. وكان قدامهم اختيار صعيب، اما يشريو القطعه الاصليه ولا يلقاو الحل يوفر عليهم
من الفلوس. المشكل كان كل قطعه زجاجيه كتجي الفوق ديال الباب الثمن ديالها هو 4 ملايين و300، يعني جوج دجاجات غادي يفوتوا 8 الملايين ونص. لهذا السبب قرروا ياخذوا القطع اللي كانت عندهم وصبغوهم بالكحل، والنتيجه كانت مزيانه. الا ما عرفتش القصه ديال الطوموبيل مستحيل تعرف انهم ماشي جداد، بالعكس كيبان كلشي بحال خارج من لا ميزون. ودابا بقات اخر حاجه غادي تبدل الشكل كامل، الجوان، ولكن ماشي اي جوان. هاد الجوانت اللي تصايبوا لهاد الطوموبيل بالخصوص ملي غادي تشوفهم اول مره يا اما غادي يعجبوك بزاف يا اما ما غاديش تحملهم. هزوا الطوموبيل في الرمو ومشاو بيها عند واحد المتخصص في الجانطه، حيت الطوموبيل ما كانتش مشجله وما كانوش يقدروا يسوقوها في طريق. منين وصلوا جابوا الجوان اللي كانوا مصايبين خصيصا لهذا المشروع. بان بلي هذا الشيء مختلف على اي حاجه شافوها قبل. الجانطه القداميه قدوها بالمقياس ديال 20 بوس، واللور فيها 21، وزادوا فيها واحد الفكره ذكيه. الاجزاء اللي في الابيض اللي راكبين في الجانطه يقدروا يتحيدوا الا الجانطه تجرحات غير هما بوحدهم، ماشي تبدل الجانطه كامله. ملي بدل الجوان كان عارف من الاول بلي كاينين جوج انواع ديال الناس. النوع الاول غادي يعجبهم الشكل ديال الجوان، والنوع الثاني غادي يقولوا الجوان ما جاوش مع الطوموبيل هذه. ولكن بالنسبه لي هاد الطوموبيل ما خاصهاش تبان بحال الطوموبيلات الاخرين، بغاها تكون نسخه ما كايناش منها واحده اخرى. من بعد ركبوا الجوان وهبطوا الطوموبيل ولاول مره بان الشكل النهائي ديالها، وبصراحه الفرق كاين. ودابا هاد اللحظه هذه ما كتوصفش، ولكن دابا باقي اهم اختبار يقدر ينجح المشروع كامل، ويقدر حتى يخرج على هذا المشروع، يقدر يرجعهم للزيرو. بغى يدور بها شويه وهذا قرار صعيب، وخصوصا في هذه اللحظه هذه. في الاول كان كلشي طبيعي، الموتور خدام مزيان، الواطه كتبدل السرعه بلا مشاكل، حتى سبويلر كان كيطلع ويهبط كيف ما خاصو يكون. وبدا كيبان باللي المشروع حتى لدابا ناجح. ولكن في ثواني قلال كلشي تبدل. ملي نقص السرعه في البواطه خرج الدخان من الشاكمه. في الاول ضحكوا قالوا غير يمكن الدخان عادي حيت الطوموبيل شحال هادي ما خدماتش، ولكن مباشره من بعدها بدا الدخان كيكتر وبدا الطابلو كيعمر بالانذارات. الموتور طفى بوحدو، حاول يعاود يشعلو والو، عاود مره اخرى يشعلو حتى هي والو. الطوموبيل بقات واقفه من بعد شهور ديال الخدمه وشحال ديال الفلوس خسروا عليها. كلشي كان ممكن يضيع في هذه اللحظه. رجعوا هبطوا بسرعه باش يشوفوا شنو واقع. الدخان كان خارج من الجهه ديال الموتور وكنا خايفين يكون شاعل فيه شي عافيه، ولكن الحمد لله ما كان حتى شي مشكل كبير بزاف، غير الدخان كان كتير بزاف. رجع جرب يشعل الطوموبيل، شعلات في ثواني وعاود طفى. في هذه اللحظه خرجت لهم رساله واضحه في طابلو، كاين مشكل في الموتور وخاص الطوموبيل توقف. خونا حس براسو حل، ما بقاوش باغيين يغامروا كتر. رجعوا يهزوا الطوموبيل فوق الرمو ورجعوا بها للورشه باش يعرفوا شنو السبب الحقيقي اللي خلى الطوموبيل تسكت. ولكن هذا السبب ما بغاوش يوريوه في هذا الفيديو وخلوه حتى الفيديو الجاي باش كلشي يبقى متشوق ويعرف شنو هو السبب الحقيقي اللي خلى الطوموبيل تسكت. واش المشكل في الموتور ولا في شي حاجه اخرى؟ بغيتكم ديما تكتبوا لي في التعاليق شنو هو السبب اللي خلى الطوموبيل تسكت. واش المشكل في الموتور؟ بغيت الناس يجاوبوني في الكومونتيرات بصراحه، سواء كنتي عارف سواء ما كنتيش عارف، ندويو ونناقشوا ونعرفوا شنو هو المشكل. قبل ما يجي الفيديو الجاي بغيت نعرف واش فعلا عندي ناس كيفهموا في الميكانيك ولا لا. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم اللي كتقدموه لي في فيسبوك. فيديو في 24 ساعه فات مليون مشاهده. الناس اللي مازال ما دخلوش عندي اليوتيوب كنصحكم تشوفوا الفيديوهات تما، بغيت الدعم ديالكم محتاج ليه. وشكرا بزاف، تلقاو في الفيديو الجاي، مع السلامه.